الفرق ما بين الموب العدل او الجردل الدوار، وامتى نجيب ده او نجيب ده، وايه هي استخداماته؟ ده كله اللي هنقوله في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا نعمل لايك ونعمل شير عشان خاطر فيه معلومات مهمه، وكل العرايس بيتوهوا في الاثنين. اول حاجه احنا عندنا الموب العدل، وده اللي دلوقتي بقى اكتر انتشار عشان خاطر احدث ومتعدد الاستخدام. بمعنى ايه؟ ان احنا ممكن نستخدمه في الارض، بيبقى ناجح جدا لان الدراع بتاعه بيلف 360 درجه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. زائد ان احنا ممكن نعمل بيه السقف، وفي ميزه مهمه جدا واحنا بنعمل بيه السقف بيكون عدل ما بينزلش علينا ميه. نمسح بيه السقف عدل خالص اهو، الدرجه بتاعته بص تلف ازاي 360 درجه. زائد بقى ان احنا ممكن نعمل بيه الارض، نمسح بيه تحت انتريه او تحت مكتبه او تحت ركنه. حلو برده وسهل في الاستخدام. عيبه حاجه واحده بس، ان مهما كان حجمه بيبقى صغير، فبالتالي مش عايز مساحات كبيره. يعني لو عروس عندها شقه واسعه انا ما انصحهاش تجيب الموب ده، لانه مش هيبقى مسعف معاها او مش هيعمل معاها كميه كبيره، فتضطر كل شويه تغير الميه. ده لو الميه بتتوسخ. لكن احنا عندنا ده بقى بتاع شغل شويه، رغم ان هو استخداماته مش متعدده. يعني ده ما بيلفش 360 درجه زي ما انتم شايفين كده، يا كده يا كده. زائد ان احنا بصوا بيلف ال الدايره بتاعته كده بس. الفكره بقى في ده ايه؟ ان احنا بنضغط عليه واحنا بقلب، يعني ان هو انت بتحط كده تضغطي عليه على قد ما تقدر اهو بص، بس يكون نوع كويس. زائد ان احنا ما ينفعش نعمل بيه السقف، لان الشراشيب اللي انتم شايفينها دي كده اللي نازله اهي هتنقط علينا ميه، مش هتبقى حلوه في السقف. لان لما بتنزل هنا ممكن القلب مع الوقت بيخف فهيبان عكس التاني. فده نجيبه امتى؟ نجيبه لما يكون عندنا مساحات ارضيات واسعه، فحلو جدا وعملي جدا. انا من اكتر الانواع اللي انا بفضلها هي الوطنيه. طبعا الوطنيه لان من ضمن الحاجات اللي ضمانها معتمد شويه، يعني لو حصل حاجه لا قدر الله في الجردل ده او ده بترجع. وبعدين عندنا الهلال والنجمه. طبعا احنا عندنا ماركه مشهوره جدا من الجردل ده وهو خلود. طبعا خلود هو نفس الوطنيه بالملي، مع ان الوطنيه بي 5. انا مش بسيء في الثاني ولا بشكر في ده، بس بعرفكم الفرق. الثاني غالي، لا ده ارخص في السعر وافضل منه من وجهه نظري، وده موجود عندنا وده موجود عندنا، وكل واحد له حريه الاختيار. بس العروسه ما ينفعش تجيب الاثنين زي اللي بيحصل دلوقتي. كل عروسه تيجي تقول لي انا ممكن اخد الاثنين، لا، يا تاخدي ده يا تاخدي ده. لا تاخدي ده للمساحات الضيقه ونستخدم بيه الحوائط بتاعه المطبخ او الحمام واللسقف، لكن ده هناخده لو عندنا مساحات واسعه وبنعمل مجهود كتير او نمسح سلم بقى او غيره، فيبقى خلينا ده. لو المعلومات دي اول مره تسمعيها اعملي لايك واعملي شير عشان خاطر غيرك يستفاد ويبقى عارف هو بيشتري ايه بالظبط. شكرا.